قاسي بهدوء: اهدي اهدي يا ملاك، اهدي يا ملاكي، اهدي وريني الرقم والصور. ملاك جابتهم بتوتر وادتهم لقاسي، اللي أول ما شاف الصور الدم غلي في عروقه وعينه احمرت بطريقة مريبة، لأنه شاف مراته في حاجة يعني لا يحسد عليها. فأي راجل يا جماعة بيشوف مراته في مواقف زي كده طبعا الدم بيغلي في عروقه. ملاك بخوفه وبتقطع: انت كويس؟ قاسي قال لها بكل هدوء مصطنع: اه يا ملاك ما تقلقيش. قاسي اخدها ونزل تحت وقعدوا قاطع عليهم دخول شخص ملاك اول ما شافته اغمى عليها، وقاسي وقف من الصدمة. قاسي بصدمة: عمي ازاي؟ مش انت كنت ميت؟ جمال مردش وجري على ملاك وهو بيحضنها وبيعيط وهو بيقول: قومي قومي يا ملاك، قومي، بابا جه يا قلب بابا، انا عايش يا ملاك مش ميت، قومي علشان خاطر بابا، بابا جه يا ملاك، انا عايش مش ميت، قومي يا قلب بابا. قاسي وقف مصدوم وهو بيقول: ملاك بنت عمي ازاي؟ راح لعاطف اللي واقف ومش باين عليه الصدمة ودموعه متحجرة في عينه. قاسي بذهول: انت عارف؟ لا 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 لا، ها طب مش كنت تقول لي؟ ها طب مش كنت تقول؟ حرام عليك، شايفني بتعذب 4 سنين عليها، اكتر بنت بحبها وانا فاكر انها ميتة، 4 سنين وانا كل يوم بتعذب على فراقها وفراق عمي. حرام عليك، ليه ما تقوليش؟ انا قعدت في مصحة سنة علشان اتعالج، ليه سبتني بتعذب؟ ليه ما قلتليش؟ ليه يا بابا ما قلتليش؟ ليه؟ حرام عليك. ها هو انا المغفل الوحيد؟ وقعد يضحك ضحك هستيري. قاسي فجأة قعد على الأرض بضعف ودموع طلع الطفل اللي جواه. عاطف كان واقف بعياط بصمت رهيب، مش قادر يقول حاجة، مش عارف يتكلم يقول ايه. قاسي وهو جواه حزن جامد جامد لأن أبوه شافه بيتعذب 4 سنين. ازاي هان على أبوه؟ ازاي هان على أبوه إن هو يقعد في المصحة سنة يتعالج علشان حبيبته اللي فاكر إنها ماتت، وعمه كمان اللي فاكر إن هو مات؟ ازاي أبوه سابه ان هو يتعذب كل السنين ده كله وما قالهوش وهو مش عارف يقول ايه؟ وفجأة جمال قرب منه وحضنه بقوة وهو بيقول له: اهدى يا ابني، انا اللي قلت له يعمل كده، كان في خطر عليا وعلى ملاك، والله انا اللي قلت له. اهدى يا حبيبي، عشت 4 سنين بعيد عنكم بس والله غصب عني، عشت 4 سنين بعيد عنكم، عشت 4 سنين وانا بعيد عن بنتي وسايبها تتعذب عند مرات ابوها، اهون عليها من اللي كانت هتشوفه، والله يا ابني اهون عليها من اللي كانت هتشوفه. سامحني يا ابني، سامحني، انا كنت عايش في قلق على طول والحمد لله اتقبض على الناس اللي كانوا عايزين يأذوني وركبت اول طيارة وجيت عليكم على طول. جمال قرب من عاطف وهو بيقول: وحشني قوي يا اخويا، وحشني جدا. عاطف حضنه بضعف جامد وهو بيقول له: وانت كمان، والله وانت كمان وحشتني قوي قوي يا حبيبي، انت ما تعرفش انا كنت مفتقدك قد ايه. فاقت ملاك اللي كانت بتبص لابوها بصدمة وهي بتقول بصوت خافت: بابا. جمال جري عليها جامد وهو بيقول لها: يا قلبي بابا. ملاك اترمت في حضنه وانفجرت من العياط وهي بتقول له: ليه سبتني يا بابا؟ ليه؟ انا كنت بموت في اليوم 1000 مرة من غيرك. جمال حضنها بقوة وهو بيقول: بعد الشر يا قلبي بابا، انا ان شاء الله مش هبعد عنك تاني، ان شاء الله مش هبعد عنك تاني. اهدي يا ملاك، والله ان شاء الله مش هبعد عنك خالص. جمال بعدها اتنهد وقال: لما رحت تركيا السفارة المصرية اتصلت عليا وقالت لي ان في خطر كبير عليا بحكم ان انا طبعا راجل اعمال مشهور وكبير. ساعتها منعوا انني انزل مصر وطلعوا شهادة وفاة اني ميت، لكن انا في الحقيقة عايش. ولما الخطر راح نزلت على طول واهو اديني جنبك يا روح عين بابا، وعمري ما هسيبك تاني. فجأة دخلت نيرة وهي بتنهج وبتتكلم بصوت عالي وبتقول: الحق يا ملاك، الحق يا ملاك، الصور انتشرت على النت، الحق يا ملاك، الصور انتشرت على النت. ملاك بصدمة ورعشة في جسمها: يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، اتفضحت، يا نهار اسود، اتفضحت، خلاص اتفضحت. وفجأة قعدت على الأرض وهي بتلطم وبتصوت بانهيار. قاسي عينه احمرت من الغضب وراح لملاك اللي بتصوت بانهيار ومحدش من العيلة فاهم فيه ايه ولا فاهم فيها حاجة ولا عارف يقول ايه لان هما مش فاهمين ايه الحكاية. قاسي شالها وطلع بيها على الجناح بتاعه، لكن ملاك كانت في حالة لا يرثى عليها. قاسي اتكلم بدموع وهو بيقول لها: اهدي يا ملاكي، اهدي والله لا اجيب لك حقك.
قاسي ساب ملاك بتصرخ ومعاها نيرة، وهو خرج من القصر بشر وغضب، واتكلم في الفون بتاعه وهو بيقول: لو ما جبتلوش صاحب الرقم راكع تحت رجلي هخليكوا تجهزوا قبركوا بإيديكوا. فاهمين؟ فاهمين؟ أنا عايزه راكع تحت رجلي، أنا عايزه دلوقتي حالا، تجيبولي صاحب الرقم حالا. الشخص بخوف: تمام تمام يا باشا، اليوم حاضر، مش هيعدي غير لما يكون عندك صاحب الرقم. قاسي عمل مكالمة تانية وهو بيقول: لو الصور اللي اتنشرت على النت ما اتمسحتش قول على نفسك يا رحمن يا رحيم، وقفل السكة في وشه. قاسي قال بغضب: مش قاسي الهواري اللي يتعمل فيه وفي مراته كده، مش قاسي الهواري، مش قاسي، انتوا فاهمين؟ وهو اصلا بيكلم نفسه، بس هو من كتر الغضب مش عارف هو بيقول ايه. هو عارف ان هو عايز يجيب حق مراته بأي وسيلة، وطبعا ده حقه. عند ملاك كانت بتصرخ في الأوضة بانهيار، وهي عمالة تكسر في كل حاجة في الأوضة لدرجة إنها كانت هتنتحر لتاني مرة. جمال دخل الأوضة على بنته وحضنها جامد وهو بيقول: اهدي يا بنتي، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ملاك حضنت جمال بقوة وهي بتقول: تعبت يا بابا، والله تعبت، مش مستوعبة كل اللي بيحصل فيا، أنا ليه بيحصل معايا كده؟ مش مستوعبة يا بابا، مش مستوعبة، حاسة بانهيار. وهي بتحضن في جمال جامد، وجمال ده كان أبوها، بس هي يا عيني مش عارفة تقوله ايه، هي حابة انها تحضنه جامد لأن هي حاسة بحضنه في الأمان، ومش عارفة هي بيحصل فيها كده ليه. ملاك كانت في حالة انهيار تام، ما حستش في نفسها وهي بتحضن أبوها لدرجة إن هي نامت في حضنه، نامت من كتر التعب ومن كتر الصريخ. وكمان هو لما نامت في حضنه بصلها بحزن وهو بيقول لها: يعني اهدي يا ملاك، اهدي يا حبيبتي، اهدي يا بنتي ونامي، ملحقتش تفرحي يا ملاكي، لكن ان شاء الله كل حاجة هتتحل. وهو يا عيني حزين عليه وعلى اللي بنته فيه. نيرة كانت واقفة بتعيط بحزن على صاحبة عمرها عند قاسي. الشخص اتصل عليه وهو بيقول له: جبتلك صاحب الرقم يا باشا، وهو دلوقتي في المخزن وعملنا معاه الواجب وزيادة. قاسي ابتسم بشر وهو بيقول: حلو كده. ركب العربية وراح على المخزن على طول. قاسي دخل على المخزن وهو بيشمر كمامه، لكن اتصدم ان الشخص ده ابن مديحة. قاسي قاسي مش حاسس بنفسه، اللي هو عمال يديله بالبوكس، يديله في البوكس في وشه، وهو بيقول له: بقى انت يا عيل، بقى انت زيك يعمل في كده، يعمل معايا كده، يعمل في مرات قاسي الهواري كده، انت 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 يا ابن مديحة، انت تعمل كده في مرات قاسي الهواري. أيمن اتكلم بغل وهو بيقول: مراتك هي اللي مش محترمة، مراتك هي اللي مش محترمة يا قاسم باشا، وهي اللي بعتلي الصور اللي أنا نشرتها على النت. وكمان قاسم ما استناش يقول كمان ايه، نزل فيه ضربه وقال له: لما تكون بتتكلم على مرات قاسم الهواري تتكلم عليها بأسلوب تاني، أنا هعلمك الأدب وهعلمك لما تكون بتجيب اسمها ازاي كمان تحترم الاسم اللي انت بتتكلم عليه. قاسي نده على الراجل وهو بيقول له بغضب جحيمي: عاصم، عاصم جه وهو موطي راسه احتراما ليه وهو بيقول له: نعم يا باشا. قاسي بغضب جاب سيرة حاجة على لسانه ما تخصهوش، يبقى نعمل فيه ايه؟ نقطعه يا باشا، نقطع لسانه. قاسي بغضب: نفذ بقى يا عاصم، نفذ. ايمن بصريخ: لا، 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 مش هعمل كده تاني، والله ما هعمل كده تاني، لكن رجالته قطعوا لسانه. قاسي وهو سايق العربية اتصل عليه شخص وهو بيقول: الصورة اتمسحت في مصر كلها يا باشا بعد ما كانت طلعت ترند وناس كتير شافوها. قاسي اتعصب اكتر وقفل السكة في وشه. دخل القصر بتاعه واضح وهو شايفهم كلهم قلقانين. قاسي طمنهم ان الموضوع انتهى، وجمال قال: طلق بنتي يا قاسي. قاسي اتكلم بغضب وهو بيقول: انت عمي وحماية، لكن ملاك مراتي ومش هطلقها. جمال بصله بغضب وهو بيقول: يعني ايه؟ يعني ايه يا قاسي، مش هتطلقها؟ هو عافية؟ قاسي ببرود: عافية، وعن اذنك يا عمي طالع اشوف مراتي. جمال بصله بغضب وقعد على الكرسي، قعد على الكرسي بتعب وهو بيقول: بنتي هتضيع مني يا عاطف، بنتي هتضيع مني يا عاطف. عاطف بهدوء: ما تقلقش، ما تقلقش، ما تقلقش يا جمال، قاسي راجل وبيحب ملاك وبيخاف عليها، ملاك بنتك في امان طول ما هي مع قاسي. في الجناح قاسي دخل شاف ملاك نايمة ودموعها على خدها، زعل عليها وحس بذنب تجاهها، وإنه فعلا هو السبب في كل المصايب اللي بتحصل لملاك. اتنهد بتعب وهو بينام جنبها وبياخدها في حضنه ودموعه بتنزل غصب عنه، وهو دموعه نازلة بجزارة.
قال يوم ما الاقي حبيبتي يحصل كل ده، زعل على نفسه وعليها، هو مش عارف يعمل ايه. قرر فعلا ان هو يسمع كلام جمال، وقال في سره يعني يوم يا ربي، انا مصدقت ان انا لقيتها كده اسيبها بسهولة؟ تصرف خاطئ يا قاسي، ده قدر ومكتوب لها، وانت على طول بتحميها بعد ربنا سبحانه وتعالى، ازاي تسيبها؟ بس لقى نفسه فجأة نزل لجمال وهو بيقول له انا موافق، انا موافق يا عمي، انا موافق اني اطلق ملاك، انا مستاهلهاش. وفجأة وهو بيقول لعمه أنا موافق، أنا موافق يا عم جمال، أنا موافق إن أطلقها، أنا مستاهلهاش، سمع صوت ملاك وهي عمالة تبكي جامد وهي بتقول فعلا ما تستاهلنيش، أنت قاسي الهواري، هيتجوز واحدة صورها منشورة وهي بلبس يعني وفي وضع. كملت بعياط وهي بتقول طلقني يا قاسي، طلقني، طلقني يا قاسي، طلقني، طلقني، حرام عليك، انت عارف اني مش ذنبي ان ده كله يحصل، عارف ان الصور دي متفبركة، ومع ذلك انت اخترت البعد. تمام يا قاسي، وانا اخترت كرامتي ومش هعيش معاك اكتر من كده. قاسي بتبرير يا ملاك والله انت فاهمة غلط، يا ملاك انت فاهمة غلط، انا قطعته ملاك بدموع وهي بتقول خلاص يا قاسي الموضوع خلص. ملاك طلعت الجناح وهي دموعها على خدها، وقاسي بص الجمال بصوت لوم وهو بيقول له استريحت، استريحت كده خلاص، هنطلق وهنبعد خلاص، كل حاجة انتهت قبل ما تبدأ. انا رايح اجيب المأذون، انا رايح يا عمي، انا رايح اجيب المأذون. وخرج جمال، بص لطيفه بحزن واتنهد بتعب وضيق من اللي حصل، بصله عاطف بلوم وسابه ومشي. جمال اتضايق لكن خوفه على بنته يخليه يعمل اي حاجة، كفاية انه اتحرم منها 4 سنين. جمال طلع جناح ملاك اللي كانت دافنة وشها في المخدة وعمالة تعيط، ما تنكرش انها حبته وتعلقت بيه من قبل حتى ما تعرف ان هو ابن عمها. جمال حضنها وهو بيقول أنا آسف، أنا آسف يا ملاك، أنا اللي أجبرته على كده من خوفي عليكي يا بنتي، والله كنت خايف عليكي. ملاك قطعته وهي بتقول له لا يا بابا، كل شيء اسمه نصيب، وده نصيبي مش هعترض عليه. جمال حضنها وهو دموعه نازلة على حاله وحال بنته، لكن قطعهم صوت قاسي اللي بيقول بهدوء ومش باصص لملاك المأذون تحت. قاسي بص الملاك بحزن ودموع متحجرة في عينه، قام بسرعة وهو بيقول أنا مش هقدر أطلقها، مش هقدر والله، والله أنا مش هقدر أطلقها، ومشي وساب المكان كله. ملاك فرحت من جواها لكن ما بينتش. فجأة جالها اتصال وواحدة بتقول لها جوزك مش بيحبك زي ما انت فاكرة، لو مش مصدقاني روحي في عمارة رقم كذا وشقة رقم كذا. راحت بسرعة لكن اتصدمت من اللي شافته. تعالوا نعرف الحلقة الجاية هي شافت ايه، وخليكم معايا متنسوش دلوقتي تخمنوا في الكومنتات هي راحت وشافت ايه، وكمان متنسوش تصلوا على النبي وتعملوا كومنت حلو منكم وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجاية. مع السلامة.